رخصة القيادة ترف ولا ضرورة؟ الرخصة في الإمارات استثمار، لو عرفت امتى تاخدها. أول ما بتوصل الإمارات دايما تلاقي اللي يقولك اعمل رخصة قيادة لأنه ما ينفعش تمشي من غير عربية. بس السؤال الحقيقي، هل أنت فعلا محتاج رخصة قيادة دلوقتي ولا دي رفاهية هتكلفك وقت وفلوس على الفاضي؟ الأول قبل ما أقولك تعمل رخصة القيادة إزاي، أنت لو جاي الإمارات على زيارة فلازم من بلدك لو أنت معاك رخصة تطلع حاجة اسمها الرخصة الدولية، عشان دي هتسمح لك إنك تسوق في الإمارات من غير ما تطلع رخصة. لكن لو حولت الزيارة دي عملت تعديل وضع وبقت إقامة، في الحالة دي الرخصة الدولية مش هتنفع معاك، فلازم وقتها تطلع رخصة. تعالى بقى نحسمها سوا، تطلع رخصة ولا لا؟ أولا التكلفة مش بسيطة. لو أنت ما عندكش رخصة مصرية أو دولية فده معناه إنك هتدخل من الصفر، يعني فحص نظر وتقريبا 50 حصة تدريب وامتحانات على النظري والباركنج والقيادة، وفلوس كتير متوسطها من 5000 ل 8 أو 10000 درهم، وفي ناس أعرفهم عملوها ب 12000 درهم. ده بيختلف على حسب الإمارة اللي أنت فيها، المركز اللي أنت بتتعامل معاه، وعدد المحاولات وعدد مرات السقوط. يعني هو رقم كبير، هو ملوش لازمه لو انت لسه بتدور على شغل. ما ينفعش اول استثمار ليك وانت لسه مسكت الشغل تروح تصرف 7000 او 10000 درهم على رخصه، الا لو معاك انت الرفاهيه والوقت لده. طب لو انت اصلا مش لاقي شغل يدفع لك مواصلاتك، تعمل الرخصه ليه؟ امتى بقى تعمل الرخصه؟ لما تحقق 3 شروط. ان انت الاول تلاقي شغل، والشغل ده يكون بيتطلب حركه كتير زي سيلز ميداني، تسويق، توصيل، صيانه. الحاجه الثانيه دخل ثابت ومريح يسمح لك انك تستثمر المبلغ ده في رخصة بدون ما يأثر عليك ماديا. الحاجة الثالثة ان يكون عندك استقرار نسبي، انت مش جاي تقعد شهر وتمشي، انت جاي تشتغل وتستقر. لو استقريت في الشركة وفي الإمارة والمكان اللي انت فيه، ابدأ اعمل رخصة. لو الثلاث حاجات دول موجودين اعمل الرخصة، لان الرخصة دي في الحالة دي هتوفر عليك وقت، فرص شغل اكتر، حرية في الحركة، وحتى فلوس على المدى البعيد لو انت اشتريت عربية. بس خلي بالك، ما ينفعش الرخصة تعملها أول ما توصل، ومفيش شركة محترمة هتشتغل معاها هتطلب منك إنك تجيب رخصة على حسابك قبل ما تشتغل، وخصوصا لو هم عارفين إن أنت جديد في البلد. لو أنت عملت الرخصة وسافرت بعد شهرين وأنت غير مستقر، هتكون خسرت الرقم ده بدون أي عائد، لأن الرخصة بتتجدد كل فترة. الخلاصة، الرخصة مش طرف، بس مش لكل الناس، هي استثمار لما تكون بتشتغل وبتتنقل وباني نفسك ومستقر، ساعتها بس هتستاهل كل درهم تدفعه فيها. في الفيديو اللي جاي هقولك على خطوة ناس كتير بتحلم بيها بس قليل منهم اللي بيحسبها صح، وهي استقدام الأسرة. بيبقى حلم ولا عبء؟